يا ابويا بص الواد ده اشهر واحد في العيله كلها. توت عنخ آمون. ايه حكايته ده؟ الواد الذهبي حكايته حكاية يا نفر كارع. دي قصة بدأت في أكتر فترة مقلوبة في تاريخنا. ده ما اتولدش في طيبة زينا، ده اتولد في المدينة الغريبة اللي عملها أبوه كان أمنحتب الرابع اللي سمى نفسه أخناتون، وقلب دين البلد كلها وساب آمون وراح يعبد آتون. علمهم في سنة 2010 أثبت إن أمه ما كانتش نفرتيتي، دي كانت أخته. يعني توت كان ابن جواز إخوات. الواد الصغير ده اللي كان اسمه أصلاً توت عنخ آتون اتربى في وسط العيلة اللي رمت كل آلهتنا القديمة. أول ما أبوه مات الدنيا باظت، مصر كانت هتقع والأراضي بتاعتنا في الشام بتتهاجم، وهو عنده 9 سنين. قعدوه على العرش، بس طبعاً كان طفل صغير. اللي كان بيحكم بجد هم التقال، الوزير آي والقائد حور محب. الرجالة خلوه يرجع كل حاجة، ثابت العمارنة ورجعوا طيبة، وغيروا اسمه من توت عنخ آتون لتوت عنخ آمون. الواد ملحقش يحكم، بعد 10 سنين بس مات وهو عنده 19 سنة. اتقتل يا أبويا؟ زمان كانوا فاكرين كده، بس العلم الجديد قال إن الكسر اللي في جمجمته ده حصل بعد ما مات. الواد كان عيان، كان عنده ملاريا ورجله تعبانة وضعيف بسبب جواز القرايب. مات فجأة، فدفنوه بسرعة في مقبرة صغيرة خالص أصلاً ما كانتش بتاعته. وبعد ما مات اتمسح اسمه من كل حتة، ومقبرته اتنست تماماً واتدفنت تحت الردم، لحد ما جه واحد إنجليزي اسمه هوارد كارتر. فضل 15 سنة يدور عليه، والناس كلها بتقول عليه مجنون، لحد يوم 4 نوفمبر 1922 كارتر عمل خرم في الباب، ولما سألوه شايف إيه قال الجملة المشهورة: أنا شايف حاجات مدهشة. مقبرته كانت سليمة ومختومة زي ما هي، لقوا فيها أكتر من 5000 قطعة ذهب وحاجات تانية. التابوت بتاعه ذهب خالص، والقناع بتاعه آية في الفن. الكنز ده هو اللي خلاه توت عنخ آمون أشهر ملك في التاريخ. مش عشان هو حكم جامد، لا، بس عشان محدش شافه غير دلوقتي. غريبة، يعني هو محكمش بجد، بس هو اللي بقى خالد أكتر من أي حد فينا.